تبتدي الحلقة الجديدة حكاية ليلى الجزء السادس. وبعد ما عرفنا ان في الجزء الاولاني ان سليم عرف مكان جين جالها عند بيت ماهر، راح علشان خاطر ياخدها. ماهر ما كانش موجود. وفي الوقت اللي جين بتكلم فيه ماهر اتصدمت بوجود سليم وكسر الباب ودخل، وجين واقفة وخايفة منه وماسكة التليفون وبتكلم ماهر. سليم سمع صوت ماهر وهو بيزعق وهو خايف عليهم من وجود سليم. وسليم اخد التليفون من جين وكلم ماهر بكل سخرية وقال له ايه رايك في المفاجأة الحلوة دي يا ماهر؟ وماهر كلمه اترجاه ان هو ما يجيش جنب اي حد فيهم، بس سليم كالعادة ما سمعلهوش وقال له الوقت اتأخر وخلاص فات الأوان، أنا هعمل اللي أنا عايزه وهاخد جين وهمشي وأنت مش هتعرف طريقنا تاني. وعبال لما توصل يكون الوقت اتأخر خالص، وبيقفل السكة معاه وبيتجن جنون ماهر وما بقاش عارف يعمل إيه، وبيركب العربية خاطر يروح لهم. وفي الوقت سليم بيكلم جين وهو بيقول لها يلا عشان تيجي معايا. قالت له أنا مش هاجي معاك، مفيش قوة هتقدر تخليني إن أنا أمشي من هنا. لا في عندي قوة تانية. وبيمسك المسدس وبيحطه على راس سرايا وبيقول لها لو ما جيتيش معايا أنا هقتلها، إيه رأيك؟ وبتخاف جين لأنها بتبقى عارفة متأكدة إن هو ممكن يقتلها زي ما قتل سفاجي. قالت له خلاص انا هاجي معاك. وبتضطر تقوم معاه. وبيوصل ماهر بس اول ما بيجي ما بيلاقيش حد، ويفضل يدور في البيت كله بس ما بيكونش في حد موجود. وبينزل بسرعه يبص في الشارع يمكن يشوفهم وبرضه ما بيلاقيش حاجه. يكون واقف مرعوب وخايف على امه وجان ومبقاش عارف يعمل ايه ولا هيدور عليهم فين. وبيجيله تليفون من جده وبيكون مبسوط ان جده اتصل بيه عشان خاطر يخليه يساعد ان هم يدوروا عليهم. بس اول ما بيفتح عليه تليفون بيسمع صوت جان وبيتبسط كأنه روحه رجعت له ويحمد ربنا ان هم بخير. وبيقول لها اديني جدي اكلمه ويفهم منه اللي حصل. وماهر بيقول له طب انت عرفت العنوان منين؟ وجده بيقول له البركه في سوريا. وسوريا في الوقت ده بتقول له ما تقولوش هيزعل مني. وبيكمل كلامه لجده وبيقول له وبعتت العنوان لجدتك وعطتني العنوان وانا جيت واحنا تحت واحنا جايبين لها الخاتم سمعنا صوت زعيق فجمعت الرجاله وخليتهم يشوفوا ايه اللي بيحصل. فشوفنا هو رافع عليهم المسدس وكان عاوز ياخد جين. خليت الرجاله يمسكوه ويضربوه ويربطوه ويرموه ويحذروه ان هو ما يجيش هنا تاني. وشفت ان وجودهم هنا في خطر عليهم فخدتهم وهرجعهم البيت. وماهر بيشكر جده على وقوفه جنبه وجده بيقول له طبعا يا حبيبي حمايه عيلتك ده واجب عليا انا. وهنا بقى هنسأل سؤال، في الوقت ده في خطة على ماهر وإن الحكاية دي مدبرة ولا جاية بالصدفة؟ ونروح للجدة وهي بتكلم الخدم وبتطلب منهم أكل معين ويزودوا كمية الأكل. بيكونوا مستغربين على كمية الأكل اللي هي طالباه، بس هي بتقول لهم إن ماهر جاي النهاردة والأكل ده محمد ابني كان بيحبه فأكيد هو طالع لبابا وبيحب الأكل ده. في نفس الوقت بتشوف سيلا وهي بتتعارك مع سيف ده وعمالين بيزعقوا. سيلا بتقول لسيف ده إن مش هينفع إن أنا أقعد هنا ولازم أهرب قبل ما جدي يطق في دماغه ممكن يقتلني أو يتخلص مني أو أي حاجة ممكن تحصل. بس سيف ده بتكون معترضة على الرأي دوت وبتقول لها مش هينفع انك تهربي وبتحاول تقنع فيها. بس سيلا بتكون مقتنعه ان هي لازم تهرب وبتجيلها الجده وبتطلب من سيف ده ان هي تروح تشرب لها ميه ترطب بيها اعصابها او تشرب ليمون، بمعنى اصح سيبينا شويه قاعدين لوحدينا. تمشي سيف ده وتبقى متضايقه ومخنوقه ان هم خلعوها. والجده بتكلم سيلا وبتقول لها ماهر جاي وانا طالبه منك طلب لازم تساعديني. قالت لها ازاي؟ انت عايزه مني ايه؟ قالت لها عايزه منك ان انت تساعديني حبه مساعدات صغيره عشان خاطر نعرف نخلي ماهر ان هو يتجوز. وقالت لها انا معاكي في اي حاجه كده نعرف ان الحرابيق اتحدوا مع بعض. في نفس الوقت بتيجي جان وسوريا مامة ماهر مع الجد والجده بتقول لهم الحمد لله على سلامتكم وبتدي سوريا الخاتم وهي بتقول لها كويس يا سوريا يا حبيبتي ان انت اتصلتي بيا وعرفتيني عنوانك وعرفتيني ان الخاتم بتاعك وقع منك، لولا كده ان احنا هنجيبهولك كان زمانك في خبر كان وقاعدين دلوقتي بنحضر لجنازتك. وسوريا بتكون فرحانه قوي ان هي رجعت الخاتم بتاعها. بتقول لي جان شفتي يا جان مش انا قلت لك؟ شفتي يا جان جابوا لي الخاتم. وبتكون فرحانه قوي بالخاتم ومش هاممها كل الكلام اللي بتقوله الحربايه دي. وبتكمل كلامها لجده وبتكلم سيلا وبتقول لها سيلا كنيتي حبيبتي خدي ضيوفنا واهتمي بيهم وطلعيهم اوضهم. وسيلا ما بتضيعش على نفسها الفرصه وبتبص لجين بصت كده كلها ايه ثقه في نفسها كده وان انا كنة العيله. طبعا جين بتكون واقفه ومتضايقه كنتي ايه كنتي دي كمان، بس ما ترضاش ترد عليها وما بتكلمهاش وبتاخد بعضها وبتطلع. والجده بتكلم عزاف وبتقول له ماهر جاي مش كده؟ قال لها جاي بس انا مش عارف نتيجه اللي احنا بنعمله ده ايه. ماهر لو عرف حاجه زي كده صدقيني مش هيعديها على خير. قالت له ما تخافش هو هيعرف منين يعني؟ هو اول ما هيشوف جين هيسكت وهيلم نفسها. بس سليم مش هيعديها على خير، الراجل حر طليق واكيد مش هيعديها لنا. وردت عليه الجده وقالت له يعني هيعمل ايه؟ ما يقدرش يستجرى يجي هنا. الله ربنا يستر ويعديها على خير. والكلام ده كله بيكون سامعه عم ماهر وبيروح يبلغ سيف ده باللي عرف ده. بتكون مبهوره جدا بحماتها. بص شايف امك كبيره في السن بس لسه زي ما هي قروبه تعرف تفكر احسن مني ومنك، والله فكره ما كانتش تخطر على بال الشيطان. وهو بيقول لها بس اوعك امي تعرف ان انا قلت لك احسن تعمل معايا انا مشكله. اصلا انا فرحانه ان هي عملت كده وانا كل اللي يهمني غير ان سيلا تتجوز ماهر، هو ده كل اللي يهمني. انا كمان لما لقيت ان سيلا عايزه تهرب هي وباباها بره البلد علشان خاطر يحميها اتصلت ببابا وقلت له بس مش عارفه اللي انا عملته ده صح ولا غلط. قال لها صح طبعا، انت عارفه ان بابا وماما عايزين الحفيد وهيزعلوا جدا ان بعد ما يجيبوا ماهر وعاملين الخطط دي كلها عشان خاطر يجيبوا ماهر وهي تهرب كده على الفاضي. معاك حق. نروح لسوريا وهي قاعده معاهم وعماله بتحكي لهم على اللي عملوا فيهم سليم وان هو كان هيتهجم عليهم وكان هيموتهم ولولا ان الجد جه وانقذهم كانوا هيموتوا. بس الجده بتتدخل وبتقول لها شفتي يا سوريا يعني انت لو مشيتي من هنا ممكن تتاذي وانت لازم تقنعي ماهر ان انت تفضلي قاعده علشان خاطر لو انت ما قعدتيش هنا احنا مش هنعرف نحميكي. وماهر بيسمع كلامك وبيقدره بس مش بيسمع لنا احنا كلام. قالت لها معاكي حق ايوه
ابني حبيبي بيحب يسمع كلامي قوي، انا هقول له ان احنا لازم نقعد هنا. دول كلهم مبسوطين ان الجده عرفت تقنع سوريا ان هم يقعدوا. تبقى قاعده مرات عمه وبتكلم سيلا وبتقول لها لو ماهر قعد هيبقى فاضل لنا شويه بس نعرف نمشي اللي اسمها جان دي ونكسر رجليها من هنا وما نخليهاش تعتب هنا تاني، يبقى كده فاتك كتير ما فاضلش غير القليل. وافرح بيكي وبحفيدي ويجوا على خير. بس الغريب ان سيلا بتقول لها انا اصلا ما يهمنيش الموضوع ده، وفي نفس الوقت بيدخل ماهر وهو قلقان عليهم وبيخش، واول ما بيدخل بيحضن جان كلهم بيبصوا لبعض وهم متغاظين ومتضايقين على كميه الحب اللي ماهر بيحبه لجان. في نفس الوقت بتتدخل الجده وبتقول له الحمد لله على سلامتهم يا ماهر، وكويس ان جدك عارف ينقذهم من الراجل الشرير اللي اسمه سليم ده قبل ما كان يخطف جان او يأذي امك، والحمد لله ان ربنا عداه على خير. وماهر بيقول لها معاكي حق وبيشكر جده مره تانية. في نفس الوقت بيقول لهم يلا بقى عشان خاطر نمشي من هنا وهوديكوا في حته امان. بس الجده بتقول له خلي بالك يا ماهر، انت لو مشيتهم من هنا مش هتلاقي مكان يعرف يحميهم زي ما احنا حامينهم، وممكن لما يطلعوا من هنا سليم مش هيسيبهم في حال، لازم تكون موجود هنا عشان خاطر احنا اللي هنعرف نحميهم مش اي حد تاني. وبيغمزوا لسوريا عشان خاطر تتكلم. سوريا بتقول يا ماهر هنا خلينا في بيت جدك، انا خفت من اللي اسمه سليم قوي، خلينا قاعدين هنا. بس ماهر بيكون مصمم ان هو يمشي. وسيلا بتقول له ايوه انا عارفه ان انت مش عايز تقعد هنا ليه، عشان خاطر خايف ان هم يجوزوك ليا، بس اعرف ان انا اللي مش عايزه اتجوزك دلوقتي. كلهم كانوا واقفين ومتضايقين ومتغاظين والشراره بتطلع من عينيه وبيغمزوا لها ايه اللي انت بتقوليه ده، بس هي بتفضل مصممه على رايها وتقول له انا اللي مش عايزه اتجوز. تفرح سوريا وجان من قرارها ده. ونروح لساره وهي قاعده مع جدة جان وبتقول لها ان كرشك بعت لها رساله وبيقول لها فيها ان هو خرج بره البلد مش هيرجع غير لما الامور تتحسن ومشاكله تتحل. وبتقلق عليه امه خالص وبتبقى قلقانه، طب هو هرب راح فين، طب وهرب ليه، وبتبقى قلقانه ومش عارفه تعمل ايه. ونروح لجان وهي قاعده مع ماهر وبتحكي له على اللي حصل من سليم وانها خايفه ومرعوبه وخايفه لا يعرف مكانها هنا تاني، وبتكون مستغربه سليم عرف مكانها منين. انت مش قلت لي يا ماهر ان المكان ده امن ومحدش هيعرف يوصل له؟ وماهر بيصدمها وبيقول لها عرف مكاننا عن طريق ابوكي اتصل بيا وقال لي ان هو هيقول لي على معلومات مهمه جدا تخص موت بابا، بس طلع ان هو عامل لي فخ وجابني على الفاضي وما لقيتهوش موجود، وبعد منها انت اتصلتي بيا على طول وعرفت ان هو فخ علشان خاطر يبعدني عنك وما اعرفش انقذه. سليم واخد والحمد لله، لولا ان جدي جه كان زماني ما اعرفش اي حاجه عنه. وجان بتقول له استحاله بابا يكون هيسلمني لسليم، بابا عرف ان هو انسان مريض نفسي وانسان وحش، بابا هيسلمني ليه تاني ليه؟ وماهر بيقول لها انت عارفه كويس ان هما شغلهم مع بعض فاتحين شغل كبير، وباباكي لو ما سلمش الشغل دوت ممكن يروح في داهيه. وجان بتكلمه وهي مصدومه وبتقول له يعني بابا ضحى بيا للمره التانيه عشان خاطر شغل؟ انا مش عارفه بابا ده انهي اب من الابهات. وعن ناحيه تانيه بيظهر راشد وهو مربوط ورشاد معذبه ومنعه من الاكل والشرب. خورشيد بينفعل عليه وبيقول له معقوله تعمل فيا كل دوت عشان ما اعرفش ماهر ان انت بوليس؟ قال له مش كده وبس، في حاجه تانيه انت ما تعرفها وهتعرفها في الوقت المناسب. ونروح لسليم جمع الرجاله بتوعه وطلب منهم ان هم يجمعوا له معلومات عن جد ماهر، كل تحركاته وكل تصرفاته وبينام امتى وبيصحى امتى، وبيقول لهم جمعوا لي المعلومات دي كلها وجيبوها لي في اقرب وقت. ونروح لسيليا وهي بتتصل بباباها وبتقول له عملت ايه تجهيزات السفر وحضرت الباسبورات ولا لسه؟ بس هو بيفاجئها وبيقول لها ان عمتك قالت لجدك على كل حاجه، وجدك عمل معايا مشكله كبيره واخد مني الباسبورات والورق اللي يخص السفر وقطعه كده، مفيش هرب لينا من هنا، مش هنعرف نسافر. بتتجن جنون سيليا، ازاي يعني ان احنا مش هنعرف نسافر؟ تطلع لعمتها وبتتنرفز عليها. سيف ده بتقول لها يعني انت عايزه مني ايه؟ يعني انا هخسر بابا وجوزي علشان خاطرك انت؟ انا اساعدك ماشي، بس مش يوصل بيا ان انا اخسر الاثنين عشان خاطرك. وسيليا بتقول لها انا اعتبرتك امي وصاحبتي وحكيت لك على اللي احنا بنخطط له، تقومي واخده مني المعلومات ورايحه قايلاها لجدي؟ قالت لها لازم اقول كده خلاص، انت ما قدامكيش حل غير انك تتجوزي ماهر وما عندكيش حل تاني. قالت لها بس ماهر مش عايز يتجوزني. قالت لها هتتجوزيه ورجله فوق رقبته، ما عندناش حل تاني، مش تعملي فيها عندك كرامه وتقولي لا انا مش هتجوزك. هو ايه اللي مش هتجوزك؟ لازم تتجوزيه وغصب عنك انت كمان. سيبها وبتمشي. بتنهار سيليا وما بتبقاش عارفه تعمل ايه وبتقول يا ريتني ربنا ياخدني عشان نرتاح منكم عن اللي بيحصل لي ده كله. وبتطلع وهي طالعه بتلاقي الجده في وشها وبتقول لها عايزين نتكلم سوا. وفي مشهد تاني جان بتكون قاعده بتجيلها سيليا وبتقول لها انا عايزه اتكلم معاكي، بس جان في الاول ما بتكونش عايزه تتكلم معاها، بس لما بتقول لها سيليا لازم نتكلم مع بعض عايزاكي تفهميني اكتر بتقعد وبتتكلم معاها. وسيليا بتقول لها على فكره انت ليكي حق ان انت تكرهيني، بس انا مش وحشه زي ما انت مفكره ولا عايزه اخد منك ماهر واخطفه، انا زيك مجبوره زي ما انت كنت مجبوره على شخص تتجوزيه غصب عنك وماهر جه وانقذ، انا كمان زيك مجبوره على الجواز منه، وانا مش عايزه اتجوزه ولا حاجه، وانا كمان عايزه اهرب من جدي والعشيره بتاعته قبل ما يقتلوني، بس جدي عرف من عمتي ان احنا عايزين نهرب انا وبابا واجبرنا ان احنا نقعد، وانا هحاول تاني اهرب في اقرب وقت واوعدك ان انا مش هقرب منك ولا من ماهر ومش هتدخل ما بينكم. وبتتعاطف معاها جين خالص وبتعرف قد ايه ان سيلا طيبه وكويسه. وهنا بقى هنقف شويه، سيلا هي كويسه ولا بتتكاهن ودي خطه عاملاها هي وجده ماهر؟ الله اعلم. وبعد ما بتمشي سيلا بيجي ماهر بيكلم جان وجان بتحكي له عن الحوار اللي حصل ما بينه وما بين سيلا وبيتعاطف شويه مع سيلا، بس بيقول لها احنا مفيش بايدينا حاجه ان احنا نعملها لها ونقدمها لها وانا ما عنديش استعداد ان انا اتجوزها، انا اهم حاجه عندي. بتفرح جان في نفس الوقت بتقول له ان القصر بقى ضيق قوي عليا. قال لها كل القصر ده وضيق؟ ده كبير قوي. بتقول له ايوه عامل شبه القفص الذهبي بس حاساه ضيق وخانقني قوي، بس ما فيش في ايدينا حاجه، مش هينفع ان احنا نخرج لان لو خرجنا ممكن يكون سليم بيراقبنا. ماهر بيقول لها بس ان احنا هنخرج. قالت له هنخرج؟ قال لها هنخرج اي مكان انت عايزه تروحي احنا هنروح، احنا مش هنتحبس عشان خاطر سليم. وبياخدها وبيمشوا وهم نازلين بتشوفهم جول وسيف ده بتقول لها بصي ده واخدها وخارجين مع بعض. وجول بتقول لها ايوه شايفاهم بس كده خلي بالك متهيألي ماهر مش هيتجوز
يتجوز سيلة لانه شكله بيحب جان قوي ومفيش فايده كده، ممكن العشيره تقتل سيلة بحفيدي. وسيف ده بتقول لها مش ممكن ده اللي يحصل، لازم نفرقهم عن بعض ويبعدوا عن بعض. وبتطلع للجده وبتحكي لها ان هم شافتهم وهم خارجين، والجده بتقول لها راحوا على فين؟ قالت لها مش عرفني راحوا على فين، انا شفتهم ان هم خارجين وجيت اقول. قالت لها طيب خلاص يروحوا في المكان اللي هم عايزينه، وخدي الورق ده واديه لابوكي. قالت لها ورق؟ ورق ايه ده؟ قالت لها ده الورق اللي يخص ماهر، اللي لازم علشان خاطر ماهر يكتب كاتب الكتاب على سيلة. لها بجد؟ قالت لها اه طبعا. قلت لها يا رب ان شاء الله يتم الفرح على خير. متهيألي عيلة ماهر دولت عايشين في عالم موازي لوحدهم. نروح لجان وماهر وهما بيصطادوا سمك وبيرموه في البحر، بيقضوا وقت حلو مع بعض وبيقعدوا يفتكروا كل الذكريات اللي كانوا مع بعض واول مره شافها فيها، والمشاعر بتاخدهم شويه وبيقربوا من بعض. بس بيجي الراجل الطيب ده وبيقطع تقربهم من بعض وبيقول لماهر يا باشا مش بدل ما ترمي السمك دوت كنت تديهولي، بدل ما انا واقف هنا بقالي ساعات ومش عارف اصطاد ولا سمكه. ماهر بيقول له والله يا عمو انت قطعت احلى لحظه في حياتي، ولو كنت اعرف كده كنت اعطيتك السمكه بدل ما تقطعها عليا. وبيضحكوا مع بعض جان وماهر وبياخدها ويوديها على السينما، لان هي كانت قايله له ان هي نفسها تخش سينما ان ما شافتهاش وهي صغيره، وبتكون فرحانه قوي وبيقضوا وقت جميل جدا مع بعض. ونروح لسليم راح لجد ماهر وجدته وهم نايمين، ودخل لهم الاوضه وقعد على الكرسي وقعد يصفر عشان خاطر يصحيهم. واول ما بيصحوا بيتفاجئوا اول ما بيشوفوه يقولوا له ايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي، وبيكونوا مرعوبين من شكله. بيكون رافع المسدس وموجهه على الجده وبيقول لهم هو انت فاكره لما انت تلعبي بيا وتديني عنوان جان وانا اروح والاقيكم عاملين لي كمين وتربطوني وترموني زي الكلب، انتوا فاكرين الموضوع ده انا هعديه على انتوا لسه ما بتعرفوش انتوا تلعبوا مع دناسلين؟ عارفين يعني ايه؟ يعني انا ممكن دلوقتي يعني ممكن اقتلكم واخلص منكم وامشي ومحدش يعرف اي حاجه. بيكونوا خايفين خالص لا ينفذ تهديده بصحيح. وبيكمل كلامه وبيقول لهم انا عارف انتوا متمسكين بماهر ليه، عشان تجوزوا سيليا. انا عملت تحرياتي كلها وبعت الرجاله يدوروا وراكم وعرفت كل حاجه، وعرفت العشيره اللي مهدداكم وممكن يقتلوكم هم كمان. فانا مش طالب منكم غير حاجه واحده بس، انكم تتعاونوا معايا. انا عايز جان وانتوا عايزين ماهر، فلازم نتعاون مع بعض. وبيضطروا يتعاونوا معاه لان ما بيكونش عندهم حل تاني. ونروح لجان وماهر، وجان قلقت من النوم على صوت باب بيتقفل وبتبص جنبها لقت ماهر نايم، استغربت من وجوده وزعقت له وقالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي نيمك هنا؟ الله الله الله، يعني اعمل ايه؟ رحت انام ما جاليش نوم، فجيت ابص عليكي لقيتك نايمه وشكلك حلو قوي فما حسيتش بنفسي ونمت جنبك. قالت له بس كده احنا كده في مشكله، احنا كده ممكن نتعرض لفضيحه في البيت. قال لها فضيحه ليه؟ محدش شافني اصلا وانا داخل. قالت له بس في حد دخل الاوضه وانا سمعت صوته وسمعت صوت الباب وهو بيتقفل. قال لها بجد يعني ممكن يكون حد عارف؟ قالت له اه اطلع بقى بسرعه قبل ما حد يشوفك وما تكررهاش تاني، لو عملتها تاني انا هزعل منك، اوعك تعمل حركه زي كده تاني. وبيقول ما تزعليش مني انا طالع اهو. في نفس الوقت بتكون اللي شافتهم هي واحده من الخدم جت تصحيها عشان الفطار، وكانت داخله بالراحه علشان خاطر ما تزعجهاش، ونزلت قالت لكل اللي موجودين وكلهم اتضايقوا وتوتروا ازاي ان هو يدخل ينام معاها في نفس الاوضه، البيت دوت ليه تقاليد ازاي يعمل حاجه زي كده، وعلى الاخص سيف ده متضايقه ومخنوقه قوي ازاي يعملوا حاجه زي كده. بركه البيت النجيف اللي طول عمره طاهر راح بسببهم هم من ساعه ما هم جم، ايه قله الادب اللي احنا فيها دي. وبتحكي لجوزها وجوزها بيحكي لابوه وابوه بيحكي لمراته، ليله بقى وحرفيا مفيش حد في القصر ما يعرفش، كلهم متضايقين ومخنوقين من ماهر جان وعلى اللي عملوه قله الادب اللي هم فيها. وبيطلع ماهر يكلم جده وجدته بتكون لاويه وشها وزعلانه منه، بس هو بيشوف الامر ان هم بالغين قوي في الموضوع وان هو بيحب جان فايه المشكله لما يكون معاها. وجده بيعرفوا ان العادات دي مش من عاداتنا، ان احنا ما عندناش ماهر ان هو يعتذر لهم وبيقول لهم ان هو مش هيكررها تاني. وبيكمل كلامه وبيقول لهم ان هو لقى حل لسيلة وهيبعدها من هنا ويهربها بره البلد، لان اكيد جد سيلة هيجي اليومين دولت لان ده اخر يوم 3 ايام اللي هو كان وعده بيه، لان هو لازم يحميهم ويحمي سيلة وما قدامهوش حل تاني. في الاول بيكونوا هم معترضين على الفكره ومش حابين، بس بعد كده بيعرفوا ان هم ما لهمش حل تاني وبيقتنعوا بفكره ماهر وبيوافقوا. وماهر بيروح يكلم سيلة وبيحكي لها على فكرته، وهي بتقول له طيب ما احنا كده هناخد وقت قبل ما تهربني انا وبابا من هنا. قال لها مش هيبقى وقت كتير، ممكن حوالي 10 ايام 15 يوم. قالت له لا ده وقت كتير جدا وجدي مش هيسيبنا في حالنا في الوقت ده. وبتكمل كلامها سيلة وهي بتقول له طب ايه رايك ما انا وانت نعمله خطوبه ويبقى قدامهم كلهم ان احنا هنتجوز قريب، وفي الوقت دوت احنا هنكسب ال 10 ايام او ال 15 يوم يعدوا. بس ماهر ما بيكونش حابب الفكره، بس سيلة بتقنعه بتقول له احنا لازم نعمل الخطوبه عشان لو احنا ما عرفناش نتصرف في الوقت دوت ممكن جدي يخلص مني او منك او يعمل اي مشكله. وبيوافقها ماهر بس بيشرط عليها ان جان لازم تكون تعرف. قالت له بس جان بس ومحدش تاني يعرف. وبيوافق ماهر على الخطوبه المزيفه، وسيلة بتمسك ايديه وهي بتشكره على وقوفه جنبها. وجان بتكون واقفه في البلكونه وشايفه كل دوت وبتقول لنفسها ده مش وقته ان انت تغيري وما ينفعش انك تغيري في موقف زي ده، انت اللي طلبتي من ماهر ان هو يساعد سيلة فما تجيش تتراجعي، وهو بيعمل كل ده عشان خاطر يساعدها مش اكتر. وماهر بيروح يبلغ اهله بالقرار اللي هو اخده هو وسيلة وبيفرحوا وبيكونوا طايرين من فرحه لدرجه جدته بتاخده بالحضن وهم عارفين اصلا ان الخطوبه مجرد شكلي مش اكتر علشان خاطر جدها. وجان بتكون سامعاه ماهر وهو بيتكلم وبيطلب ايد سيلة بس ما بتسمعش ان الخطوبه مجرد شكلي مش اكتر، تطلع وبتزعل وبتعيط بره. وبيجي لها ماهر وبيتفاجئ ان هي عارفه ان هو هيخطب سيلة وبتقول له ان هي سمعته وهو بيتكلم وبيقول لها مش انت اللي طلبتي مني ان انا اقف جنبها؟ قالت له انا طلبت منك انك تقف جنبها مش تروح تحط الدبله في صباعها. قال لها ده مجرد ان انا اكسب وقت مش اكتر، البنت جدها مقطع كل الورق اللي يخصها عشان خاطر ما
10 ساعات لما كانت هتسافر المره اللي فاتت، وهي عرضت عليا الخطوبه علشان خاطر نكسب وقت، والخطوبه مجرد شكل مش اكتر. وبتهدى جان، بس جدته بتكون واقفه وسامعه كل حاجه وشكلها مش هتهدى خالص. وجد ماهر بيتصل بجد سيلا، بيتفق معاه ان هم يعملوا الجواز كمان اسبوع علشان خاطر نعمل فرح يليق بينا وكده، وبيقفل معاه السكه. بس جد سيلا لما بيقفل ابنه بيسأله وبيقول قال لك ايه، ورد عليه بكل ثقة وقال له هنجوز سيلا النهارده بالليل. ونروح لجدة ماهر وهي بتخلي الخدم ان هم يجهزوا تجهيزات عشان في كتب كتاب النهارده، يعني يجهزوا البيت ويعملوا اكل كويس ويظبطوا الدنيا، وبيكونوا مستغربين عقد جواز ايه، احنا مش فاهمين حاجة، بس ما بيحطوش في دماغهم وبيبتدوا في التجهيزات وبيعتبروها ان هي زلة لسان مش اكتر. وبيتصل بيها سليم وبيقول لها عملتي ايه، هتسلميني جان امتى، وبتقول له ما تقلقش النهارده كاتب كتاب ماهر وانا هبعتها على مكان وهبعت لك عنوان وتيجي تاخدها، وبتقفل السكه في وشه. انا قلت لكم الناس ديت عايشه في عالم موازي لوحدها. ونروح لماهر لقى بدله موجوده على السرير، بتدخل عليه امه وبتكون زعلانه منه وتقول له ان انت هتتجوز البنت ديت من غير حتى ما تقول لي ولا تبلغني واعرف من الخدم اللي موجودين في القصر. لا يا ماما انا متجوز جواز شكلي بس، واللي هيحصل النهارده مجرد خطوبه بس تفرح. بس بتزعل على جان وبتقول له طب ما كده جين لو عرفت هتزعل. قال لها انا فهمتها كل حاجه. قالت له طب خلاص سيبني ان انا اساعدك في تجهيزاتك وانت بتلبس البدله. ونروح لجين وهي عماله تعيط عياط جامد قوي وبتقنع نفسها ان دي مجرد خطوبه شكلي مش اكتر، وبتحاول تهدي في نفسها. وبيدخل عليها ماهر وبيحاول يهديها وبيقول لها بتعيطي ليه، انا مش معرفك ان دي خطوبه شكلي وان انا ما بحبهاش وان انا معاكي انت ليه عماله بتعيطي. قالت له حتى الخطوبه الشكلي بس مضايقاني وانا عارفه ان انت واقف جنبها وبتساعدها، بس انا مش عارفه اتحكم في نفسي وبعيط لوحدي. بكره انا هاجيلك وانا لابس بدله وانت لابسه الابيض ويكون فرحنا. بتفرح بس من جواها زعل، مش عارفه ايه سبب الزعل اللي جواها. وبتخبط عليه واحده من الخدم وبتبلغه ان الضيوف وصلوا تحت وان هم مستنيينك، وبيضطر يقوم ويسيب جان وهي زعلانه. ونروح للجده وهي راحت لسيلا وهي بتجهز نفسها ولابسه فستان ابيض وبتطلب من الكل ان هو يخرج، وبتكلمها وبتقول لها شفتي لما انت تعاونتي معايا جوازك النهارده مفيش حاجه هتقدر تعطله. قالت لها بس انا متضايقه قوي ان انا وقعت ماهر في الفخ ده هو وجان، مفيش اسد بيزعل ان فريسته وقعت، احنا كل اللي عايزينه ان هو يتجوز وده اللي احنا محتاجينه وهنحققه، وجان تروح لنصيبها، هي نصيبها مش في ماهر. ونروح لجده جان وهي قاعده ومتوتره وقلقانه على جان وحاسه ان زي ما يكون انها واقعه في مشكله، وبيجي لها تليفون وبيقول تعالي الحقي ابني مفيش حد غيرك هيعرف ينقذه. وبتروح بسرعه على العنوان اللي هو مديهولها وبتطلب من ساره ان هي تيجي معاها، وبتطلب من امها ان هي ما تعرفش رشاد باي حاجه عشان رشاد بلغها ان الحكومه بتدور على كرشي مطلوب القبض عليه، فبتخاف على كرشي من رشاد. ماهر وهو متجمع مع جابر جدي سيلا وكلهم متجمعين، بتدخل عليهم سيلا ولابسه فستان ابيض وبيستغرب ماهر ايه اللي هي لابساه ده، دي خطوبه، هي فاكره نفسها هتتجوز دي ولا ايه، وبيكون مستغرب بس بيضطر يسلم عليها وهو ساكت. ونروح لجان وهي قاعده مع جده ماهر وبتقول لها انا هخش معاكي في الموضوع على طول، ماهر النهارده هيكتب كتب كتاب، وتكون مستغربه ومصدومه وبتقول لها هو عارف الكلام ده. قالت لها بصي هقول لك على حاجه، عارفه ومتاكده ان جابر مش هيرضى بالخطوبه، هو عايز جواز رسمي، وانت عارفه لو ماهر اتخلى عن سيلا ممكن يقتلوها ويقتلونا احنا كمان ويقتلوا ابني ومش هيسيبوا حد. وما تبقيش انانيه وما تفكريش في نفسك وبس، مش علشان خاطر الحب اللي بينك وما بين ماهر تضحي بكل الارواح دي عشان خاطر انتوا تعيشوا، وغير كده ممكن ماهر يقتلوه لو ما نفذتي كاتب كتاب دلوقتي، فانت قدامك حل من الاثنين، يا ماهر يا انت روحي شوفي هتعملي ايه. وبتخاف جان على ماهر لا جابر ممكن ينفذ تهديده ويقتله بصحيح. والجده لما بتشوفها اقتنعت بكلامها قال لها خدي الورقه دي جيبي له جواب يقنعه فيه ان انت هربتي بمزاجك. وجان قالت لها لا مش هكتب لك جواب مفيش داعي، خدي الخاتم ده واديهوله وهو لما هيشوف الخاتم هيعرف ان انا مشيت بمزاجي. والجده لما بتاخد الخاتم وبتشوف جان خلاص هتمشي، لا تعالي معايا في حد مستنيك. ونروح لماهر وهو منفعل لما عرف ان هم هيكتبوا كاتب كتابه دلوقتي، وبيقول لهم لا يمكن احنا اتفقنا على خطوبه، وبيكون عايز يمشي بس بتجيله واحده من الخدم وبتديله الخاتم وبتكلمه في ودنه وبتقول ان جان سابت لك الخاتم وان هي خلاص مشي. بينفعل عليهم وهو ماشي وهو طالع بيشوف الموظف اللي هيكتب له كاتب الكتاب وبيبص لهم باستغراب ايه ده انتوا منفذين بصحيح ومجهزين كل حاجه، ده مفيش حاجه ناقصه، ده انتوا حتى ملبسيني بدله، انتوا وقعتوني في فخ ولا ايه. ونروح لسليم ركب العربيه وباين ان هو مستني حد وبيقول فاضل ربع ساعه. ونروح لجان وجده ماهر وشاده جان من دراعها وبتطلعها على بره وهي بتقول لها روح للي مستني، وجان بتكون خايفه مرعوبه لا تكون هي ناويه انها تسلمها لسليم، بس المفاجاه بتكون جدتها، وبيظهر ان اللي اتصل بجدتها هي جده ماهر. بتفرح جان اول ما بتشوفها، في نفس اللحظه بيكون بيجري ماهر عشان يلحق جان قبل ما تمشي، بس اول ما بيشوفها بيقف في مكانه وبيفرح قوي اول ما بيشوفها، وبيفرح اكتر ان هو لحقها وهي ما مشيتش. بس المفاجاه الكبيره جده ماهر بتكون عارفه جده جان، واول ما بتشوفها بتقول لها انا عارفاكي كويس انتي ام كرشي قاتل ابنك هو اللي قتل ابني. وبيصطدم ماهر وجان ان هي عارفاه، وجان وماهر بيبصوا لبعض وجدة ماهر بتبص لجدة جان وعينيها كلها انتقام مبرقة ومصدومة من اللي حصل، كل واحد بيبص للتاني. وخلاص على كده وبتخلص الحلقة. ولو عجبك المسلسل ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات، ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. باي باي.